الاستاذ هو اللي هيمسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعة ما دي قصاد دي. يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي. جرايه يا استاذ، هو العلام فوره تحطولي في نص كوبايه ميه شربت اتعلمت؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيال كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهين وببلاش؟ ما انت هتاخد عرق وبشرف. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك؟ اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصل الواد كان مزدق قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان في قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله، لا 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 لا، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم الشيخ؟ ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا اني ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان مشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي، اتعلمي. طب علمني. اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزاك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم، الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغويه دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ؟ في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده انت سخنتي يا عم الشيخ. ايوه اتهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضلي. قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزني اشتغل رقاصه؟ ده منظر رقاصه؟ يا بنت تنيلي، هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام؟ هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمتي مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري. طيب اديني فرصه افكر. فكري يا حلوه براحتك. عموما لو ماشي اديني رن، انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني. يا ست انت عايزه مني ايه؟ جرايه يا استاذ، شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناظر يجي يزعق لك، ولا ولي امر يجي يسبلك. يسبلك؟ في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك؟ طب ها يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قولي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقتي، عشان يبقى انا وانت والجيران تالتنا. ما انت ما ينفعش معاكي شيطان واحد. وين هنادي يا ماي؟ يا بابا الموضوع مش سهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال. حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت بحاجه كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبه ان احنا نحس بالمشاعر الانسانيه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، ده وضع طبيعي يا بنتي. ما دام بقينا بني ادمين، انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجه غريبه جدا. فيعني ما تقلقوش، احنا لازم نبقى متماسكين. اهم حاجه نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له. نتعاهد على كده يا اولاد. نتعاهد على كده. خدت بالك مني ياض زمان؟ ده انا كنت بعمل كده، كنت خاربها. خلاص كده يا دادي البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قل إن شاء الله. نعم، الصدق والوضوح هم أهم شيء. يا أبيض يا أسود، يا أحمر يا أخضر، يا أصفر يا أزرق، يما. يا حبيبي هو انا باخد رايك في دهانات الشقه؟ ما تعفرتنيش.
اسمعوا يا اولاد، انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص احنا نطرده ونرميه لك لابس سكك تنهش في لحمه، واذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره. ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ اخلاقي يا اولاد، اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه، وشغاله هتقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع، لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب، وبعدين اسمعوني يا واد ما تعفرتونيش. شغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار، لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترشق على طول. هو ده عنتر. الله يسلمك يا حبيبي. كده يا واد ايه رايك يعني نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وابقى محتاج حد يجهز لي الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا. وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل يا. لا يا عم انت بص انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا هعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترشق على طول. ولا ده عنتر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه يا عبد التواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا أبتي شغالة يعني امرأة أنثى تعيش مع 3 أولاد وشايب، قالوا الشغالة حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا اولاد، تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. اخي واقف تسقف لهم يا سيد؟ واقف تسقف؟ ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله، روح اعمل الغدا انت، روح. حاضر. وانا اسقف للقمر دي. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمرا؟ وايه ده؟ وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي يلا بينا. أعوذ بالله أعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث يا مغيث، أبي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأكا وأرتيجا. ومن هذه الراقصة؟ والله كوكو عايزة لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لأنني نزلت لكي أشرب حجرين معسل على القهوة. طب والله ما أنا ساكت، والله ما أنا ساكت. ايوه ما تسكتش عليهم، ما تسكتش. هتعمل ايه؟ فعلا سأشرب الشيشة هنا. يلا رسلي حجر يا سيد. حاضر. هيا. حاضر هرص لك حجر. حاضر. يلا يا سيد عايز اتغدى يا سيد. جهز حاضر الغدا. اعمل لك الاكل. حاضر. سيد هاي. تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر هاجي اعمل لك مساج. سيد ها. تعالى سقف يا سيد. حاضر. سيد رسلي حجر يا سيد. حاضر. سيد تعال اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر. سيد مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر. سيد ها. تعالى سقف يا سيد. حاضر. الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر. مساج بسرعه يا سيد. سقف بسرعه. بسرعة الحجر سيد. يا مساج زيكس. بسرعه يا يا سيد سيد. انجز يا سيد. الحجر يا مساج ضرب زيكس. يا سيد. يا أسرع. سيد. يا سيد مساج
الاكل هيبرد يا سيد. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد.